حاسس مرة الوقت طار في ثانية، مرة تانية قاعد تحس إن الساعات بتمشي ببطء مش طبيعي؟ هل ده حقيقي ولا دماغنا بتلعب معانا لعبة السرعة؟ ابسط 12 من سلسلة العلم بيقول إيه؟ كل تلات الساعة 3. الوقت حاجة بنقيسها بالساعات بالدقايق، بس إحساسنا بالوقت مش دايما بيكون ثابت. ده بيخلينا نحس ان الوقت بيعدي بسرعه لما بنكون مبسوطين، وبطيء لما نكون زهقانين ولا السر ورا الظاهره دي بيبدأ من إن إزاي دماغنا بيعالج المعلومات. لما نكون مستمتعين أو منشغلين بحاجة، دماغنا بيكون مشغول بجمع وتحليل معلومات كتيرة في وقت قصير، ده بيخلي الإحساس بالوقت يكون مختصر. لكن لما نكون زهقانين أو بننتظر حاجة، دماغنا بتبدأ تركز على مرور الوقت نفسه، ده بيخلي كل ثانية تبدو أطول. العلم بيقول إن في دماغنا حاجة اسمها القشرة الجدرية الدماغية، وهي اللي مسؤولة عن تقدير الوقت، وهي بتتأثر بحالتنا النفسية ومستوى التركيز. لما نكون متحمسين الإشارات العصبية بتتغير، والدماغ بيعدل شعورنا بالذنب. كمان في مادة كيميائية في دماغنا اسمها الدوبامين. الدوبامين بيزيد لما بنكون مبسوطين أو متحمسين، ده بيخلي الدماغ يسرع في معالجة المعلومات، وبالتالي الوقت بنحس إنه بيجري بسرعة. أما لما مستوى الدوبامين يقل، زي لما نكون زهقانين أو متوترين، بنحس بملل، نحس إن الوقت بيتمدد وبيبطأ. ظاهرة تانية بقى ليها علاقة بالذاكرة. لما نكون بنعيش لحظات جديدة وغريبة، دماغنا بيخزن تفاصيل أكتر، ده بيخلينا لما نفكر في اللحظة دي بعدين نحس إنها استغرقت وقت أطول. لكن لما نكرر نفس الروتين ونكون زهقانين، الدماغ بقى بيخزن تفاصيل أقل، وده بيخلي الوقت يمر بسرعة لما بنفكر فيه بعد كده. في النهاية إحساسنا بالوقت مش بس رقم على الساعة، ده انعكاس لطريقة دماغنا في معالجة المعلومات والمزاج والتركيز. المرة الجاية تحس إن الوقت بيجري أو بيقف، افتكر إن ده دماغك اللي بتحاول تنظم لك التجربة دي. تعيش اللحظة مهما كانت سرعة، خطوة جديدة، درس جديد، وإحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.